أعطى مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي فرصة جديدة وأخيرة للمهاجم عبد الرزاق حمد الله نجم وهداف اتحاد جدة السعودي بعدما وجه له الدعوة للمشاركة في مباراة المنتخب المغربي أمام منتخب البرازيل ومنتخب البيرو. وسيكون اللاعب حمد الله مطلوب منه باستغلال فرصته الجديدة مع المنتخب المغربي في المباراتين الوديتين القادمتين بعدما عجز عن تقديم الإضافة في نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في دولة قطر وتلقى خلالها لبعض الانتقادات من الجماهير المغربية. ومعلوم أن المهاجم عبد الرزاق حمد الله يمر من فترة جيدة مع نادي اتحاد جدة السعودي بعدما استعاد حاسته التهديفية مع فريقه وينافس بقوة على لقب هداف الدوري السعودي هذا الموسم. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره البرازيلي وديا يوم 25 من مارس الجاري بالملعب الكبير لمدينة طنجة على أن يرحل إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمواجهة منتخب البيرو يوم 28 من نفس الشهر على أرضية ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو الخاص بنادي أتلتيكو مدريد.